هنعمل ايه دلوقتي لو صدفه لغت التوكيل؟ المفروض ما كنتش ترد عليها يا استاذ مصطفى، ما كنت تسيبها متشعلقه. هسيبها مش علاقه ازاي بس يا طارق بيه؟ ما هي ممكن تقف قدام المحكمه وتبوظ لنا القضيه. يا اخي انت برضه تصرفاتك غريبه، قلت لك خلي اعلان القضيه يروح على مكتبك، راح على بيتها ليه؟ هي كده كده كانت هتعرف. هو مش الاعلان ده هيروح لفؤاد؟ واكيد مليار في الميه هيتصل بيها ويقول لها انت ازاي رفعت عليا قضيه؟ ده لو حصل وقتها هتلف حوالين نفسها عشان تعرف القضيه دي اترفعت ازاي. ما انا اسمي مكتوب ورقم التوكيل كمان مكتوب. ما هو التوكيل يا عم سليم 100%، انت خايف وقلقان من ايه؟ انا لا خايف ولا قلقان، انا بس شايف ان اللي انت بتعمله ده ملوش اي لازمه. ملوش اي لازمه بالنسبه لك. مش يمكن عايزه تكلمني وتقول لي خلي المحامي يتنازل عن القضيه؟ وقتها العبها واقول لها ماشي، او القضيه تحكم لصالحها وابقى عملت معاها الصح. عملت معاها الصح؟ ولا انت ممضيه على توكيل عام في وسط الورق علشان تاخد بيه اي ورث او اي حاجه يكتبها لها ابوها؟ احبك وانت قاريني جايز. بقول لك ايه يا طارق بيه، ما تسيبك من البت دي وركز مع عمك. هو انا مركز في حياتي دي كلها غير مع عمي؟ اصبر، قريب هتسمع اخبار حلوه عنه.